السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أهلا وسهلا بكم. النهاردة فيديو جديد ولقاء جديد بكم، يا رب تستفيدوا. إن شاء الله الفيديو هتستفيدوا بيه جدا، فأتمنى تتابعوه للآخر، وأتمنى تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. آه، شوالات الفاكهة، شوالات الخضار زي دي، شوالات البطاطس، القمح، الرز، كل الشوالات، الخيش اللي هو مصنوع من الكتان ده، مش الخيش اللي هو بنشتريه من محلات الأقمشة بيبقى عليه طبقة بوليستر، لا، احنا عايزين الفتلة دي، الخيش المخرم ده اللي بيتحط فيه الخضار وبيتباع في الشوادر بتاعة الخضار، وعند بياعين الخضار، عند اي بياع خضار خديه منه، هيديهولك بسعر رخيص جدا. انا كنت بشتريه من بائعة بطاطس ب2 جنيه ونص، بس اكتشفت ان هو يعني ارخص من كده بكتير. يعني ممكن تجيب الشوال بجنيه، الشوال ابو جنيه ده ممكن تعملي منه حاجات كتيرة جدا. هنستفيد بيها في الفيديو، وهنعرف ان احنا كنا بنضيع الحاجات دي ونهمل فيها، وان عمرنا كله كنا بنستخدمها غلط، لان هي ليها استخدام عملي جدا مفيد، وهيحفظ لنا كل حاجتنا من غير ما تبوظ ولا نهدر من اي حاجة عندنا، وخصوصا الحاجات غالية. ف برضو كمان من شكر النعم ان احنا نعرف ازاي نحتفظ بيها من غير ما نهدرها ولا يعني نهمل في الاحتفاظ بيها. فاول حاجة هنقصقص كل المقاسات اللي تعجبك، صغير وكبير متوسط، على حسب كمية الكيس، مساحة الكيس وكمية الأكياس اللي عندك. يا ريت تعملوا كل الأحجام. وهنبتدي نعمل أكياس صغيرة كده أو كبيرة، مسدس الشمع بالإبرة والفتلة، بالمكنة، أي حاجة. عملنا 7 أكياس بجميع الأحجام. عايزة تزوقيها ممكن تحشي فتل كده وتعمليها شراشيب. نحاول نسويها. النهاردة لا هنحط استرسات ولا نحط جالونات، احنا عايزين فكرة عملية نستفيد بيها في المحافظة على الحاجة والتوفير. اللي نفسه يحط اي حاجة كده بسيطة ممكن يحط شريط ستان، او حتى اي خيوط من خيوط الخيش دي، يربطها زي كده فيونكة او وردة. ونجيب الخضار اللي عندنا كله، وننتقي الخضار اللي هو سليم. وعلى فكرة انك انت ازاي تشيلي الطماطم تحتفظي بيها في التلاجة مدة طويلة من غير فريزر، لازم تبقى بالعنق بتاعها كده. ما تيجي تنقي الطماطم ما تخلعهاش العنق ده، برغم انه هيزود في الوزن وكله، بس لا، لازم تشتري الطماطم تكون بالعنق كده، ما تبقاش مخلوعة.
وكمان تحاولي ما تشتري الطماطم، تشتري الطماطم اللي ماسكه نفسها، تشتريش الطماطم المهريه او اللي هتتفتح خلاص. دي ممكن تجيبيها وبسرعه على تتعمل صلصه، لكن اللي هتشيليها في التلاجة وتقعد فتره طويله تشتري طماطم تبقى ماسكه روحها كده. وهنجيب الشوالات اللي احنا عملناها صغنونه دي او الاكياس الصغننه، ونخلع اي خيطه منها او نبقى شايلين خيوط ونربط بيها كل كيس. ان ما كانش كده ممكن اي شريط عندك اي نوع او اي خيوط عندك اي نوع تربطي كل كيس وتشيليه بالشكل ده. طبعا تحطيه في الادراج بتاعت التلاجة، تحطيه مثلا في علب بلاستيك وتشيليها في التلاجة اي حاجة. وبرضو الخضروات الورقية احنا عارفين انها بتبوظ بسرعة برضو، نحطها في اكياس دي. فايدة الاكياس دي انها الفاكهة والخضار بيتنفس زي البني ادم كده، ونتيجة التنفس بيطلع بخار مية كده، هو اللي بيسبب ان الحاجة بتفسد. يعني الخضار ده بيسود بسبب ان مثلا بيتنفس في الكيس البلاستيك ويعمل مية، والمية تخليه يعفن بعد كده ويبوظ. فاحنا ما بنحطه في اكياس زي دي المية طبعا مش هتتراكم ولا التنفس، لانه هيخرج بره الكيس وهيمتص كمان ان ده قماشه كتان كده، يعني قماشة قطنية هيمتص المية ومش هيخليها تتجمع في مكان واحد وتسبب فساد وسواد الحاجة. برضو الفاكهة نفس الفكرة. فالفكرة دي هتوفر لك فلوس كتيرة جدا، وهتخلي حاجتك دايما طازة ما تبصي، وهتقعد لآخر واحدة من غير ما تفسد ولا حاجة. وده بديل قوي جدا عن أي علب غالية بتتباع. مش راضية أقول ماركات، وبسمع في فيديوهات كتير بتاعت حبايبنا ماركة مش عارفة كذا وكذا، وتسألي على الماركات تلاقيها بمئات الجنيهات. لا، ده البديل الصحي والعملي فعلا لأي ماركة من الماركات الغالية من علب حفظ الثلاجات والحاجات دي كلها. وفي نفس الوقت رخيص جدا، يعني بجنيه ولا ب2 جنيه هتجيبي الشوال تعملي 7 8 اكياس زي دول، هتحطي فيهم الخضار والفاكهة وهيقعدوا لآخر قطعة منهم ما يبوظوش أبدا. وكمان لو تحبي مثلا تلفي الخضار زي الخضروات الورقية ده في مناديل ورق، وبعدين تروحي او مناديل مطبخ وتروحي تحطيه في الكيس، اوكي. عايزة تحطيه في علبة، بعد ما تحطيه في الكيس ده برضو مش هيحصل حاجة. وممكن تفرشي كمان العلبة من جوه بالقماش بتاع الشوال ده برضو. وممكن نعمل مفارش للتلاجة ان شاء الله. هفتكر واعمل لكم فيديو مش يعني بفرش للتلاجة من جوه، تنظف التلاجة وفي نفس الوقت مش هتحوش البرودة. فكرة هايلة حكاية الأكياس الخيش دي، وبديل انك تشتري اكياس بتاعة البلاستيك كمان، لان اكياس البلاستيك هتبوظ الحاجة اول حاجة، وتاني حاجة تبقى يعني سعرها غالي بالنسبة لك، فتوفري تمنها دي. بعد ما تخلصيهم ممكن تلمي الاكياس تغسليهم مرة واحدة، سواء في الغسالة او مثلا على ايدك زيهم زي فوط المطبخ، وتعقميهم ترش عليهم شوية خل، ممكن تغليهم مش هيجرى اي حاجة. يعني بديل قوي وعملي وهيعيش معاكي فترات مش هيترمي. يا رب تكونوا استفدتوا بالفكرة دي بالذات، ارجوكم نفذوها لانها فعلا هتحتفظ لكم بالحاجة ما تبص ابدا. وهتحط فيها كل حاجة، حتى البقوليات، الفول، العدس، الرز، الحاجات اللي بتفسد، الفاصوليا البيضاء، الفاصوليا الحمراء، الحمص، الحاجات دي كلها اللي بتفسد وتسوس في المطبخ. كده هنقضي على تسوس الحاجة، وكمان هنقضي على ان الخضار والفاكهة يبوظوا مننا بسبب مثلا المية اللي بتطلع منهم وبخار المية. اتمنى ان الفيديو يكون مفيد، وان شاء الله تستفيدوا بيه كلكم، وتحافظوا على حاجتكم وتتغلبوا على غلو الحاجة، انكم تحافظوا عليها مدة طويلة في التلاجة. على فكرة الليمون ممكن تحطوا الليمون على فكرة فترة طويلة بالطريقة دي. يا رب تستفيدوا، وشيروا الفيديو عشان كل الناس تستفيد وتاخدوا ثواب وأجر، ولايك للفيديو،
وشير وفعلوا زر الجرس وشير للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.